أهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا محتوى مميز كالعادة، خليكم معايا للآخر علشان تستمتعوا وتستفيدوا. لكن لو أول مرة تشوفنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد أول بأول. أهلا بكم. يعني كالعادة الأجواء حوالين النادي الأهلي المصري الأسبوع ده فيها كلام كتير. طيب ننتقل من الجدل ده لقصة تالتة بقى، قصة فيها مشاعر كتير. علي معلول وداعه بعد 9 سنين. رسالته للجماهير كانت لمست ناس كتير قوي جدا. رسالة مش عادية بصراحة، بتلخص علاقة خاصة قوي. هو ما قالش إنه محترف وخلاص، لا، ده استخدم تعبيرات قوية. قال عاشق يرتدي القميص الأحمر كما يرتدى القلب. تعبير قوي فعلا. وصف الجماهير بإيه؟ الوطن والظهر والقلب، كلام كبير. وقال إن حب الناس ده هو البطولة الأغلى، رغم إنه واخد 22 بطولة وعامل أرقام مرعبة، 53 هدف و85 أسيست. الأرقام دي لوحدها تاريخ، لكن هو ركز على حاجة تانية. بالظبط، كلامه عن إنه تربى كطفل في مدرجات الدرجة الثالثة، وإنه هناك عرف يعني إيه أهلاوي. ده بيوضح أصل الحكاية معاه. ولما قال إن رحيله ده وداع لجزء من روحه، وإن قلبه هيفضل في التتش، تحس إن العلاقة دي كانت أكبر بكتير من مجرد عقد وشغل. هو وصف أول يوم ليه بإنه مش توقيع عقد، لكنه عهد مع أمة كاملة اسمها الأهلي. هو ده اللي خلى الوداع مؤثر للدرجة دي. إرث معلول مش بس الأرقام دي، لأ، هو العلاقة دي نفسها. بنى علاقة حقيقية، نموذج للانتماء فعلا زي ما قال في رسالته، وختمها بجملة بسيطة ومعبرة: أنا راحل لكن الحب باقي. عندنا قضية انضباطية للاعب، هدفنا نفهم أكتر إيه اللي بيحصل جوه النادي ويمكن بره النادي كمان، وتأثير ده كله. تمام، خلينا نبدأ باللي حصل دلوقتي. بالظبط. إمام عاشور بعد احتفالات الدوري في كلام عن عقوبات محتملة. التقرير بتاع الحكم والمراقبين واضح إنه سجل حاجات. المصادر بتقول إن في ألفاظ غير لائقة اتقالت للحكام المساعدين، وكمان موضوع إنزال بنته الملعب وقت الاحتفال، دي مخالفة تنظيمية على ما أعتقد. صح، النظام بيمنع ده، والمشكلة إن اللوائح هنا ممكن تخلي العقوبة مزدوجة. إزاي يعني ممكن يبقى في إيقاف 3 و4 ماتشات مثلا، وكمان غرامة مالية. ياه، ده توقيت صعب قوي للعقوبة دي. هو ده التناقض يمكن. بالظبط. فالواقعتين دول بيحطوه في موقف محتاج قرار رسمي بقى، نشوف هيوصل لإيه. الضغط أكيد عالي عليه دلوقتي. أكيد. معانا تقارير وتعليقات كتير، وهنحاول نفهم أهم الأخبار دي: صفقات، جهاز فني، والمنافسة كمان شكلها إيه. أهلا بيكي. وفعلا الأخبار كتير قوي الفترة دي، وتحسي إن الأهلي شغال على قدم وساق. مهم قوي نفهم التحركات دي معناها إيه لمستقبل الفريق، وكمان للسوق الكروي في مصر كله. خلينا نبدأ بالصفقات اللي شكلها كده خلاص قربت تخلص. محمد شكري عودته من سيراميكا كليوباترا، الكلام إنه خلاص الأهلي فعل بند العودة، 30 مليون جنيه وعقد 5 سنين. خطوة قوية، مش كده؟ قوية جدا. وشكري مش مجرد لاعب راجع يكمل عدد، لا، أداؤه مع سيراميكا خصوصا الناحية الهجومية كان ملفت قوي، ويمكن ده يدينا فكرة عن نوعية الباك الشمالي اللي المدرب الجديد ريفيرو بيفضله. هو بيميل للهجوم من الأطراف. منطقي. وصفقة عمرو الجزار كمان من المحلة، بتدي عمق في الدفاع. وهي دي بقى النقطة اللي شكلها لسه فيها كلام كتير، حتة الدفاع دي. محمود الجزار بتاع البنك الأهلي بيقولوا إنه لفت نظر ريفيرو، بس برضه مفيش اقتناع كامل بأسماء المدافعين المرشحين. إيه السبب تفتكر؟ بصين، أعتقد الموضوع ميزان. تكلفة اللاعب قد إيه، جودته عاملة إزاي، وهل هو مناسب تكتيكيا للمدرب الجديد. الأهلي مش عايز بس يسد خانة، لا، هو بيدور على إضافة حقيقية. يمكن عشان كده بنسمع إن أسهم أحمد رمضان بتعلى، عشان مرونته إنه بيلعب باك يمين وقلب دفاع. بالظبط. المرونة دي ممكن تكون مفتاح في فكر ريفيرو، بتديله حلول كتير. ياسين مرعي بتاع فاركو لسه خيار، بس الموضوع واقف على الفلوس اللي فاركو هيطلبها. لو كتير ممكن الأهلي يرجع لعمرو الجزار اللي اتفقوا معاه، أو يجيب محمود الجزار. تمام. أما بقى مبوكازي وعمر فايد فشكلهم بعدوا خلاص عشان أنديتهم طلبت فلوس كتير قوي. وما ننساش طبعا محمد علي بن رمضان،
خلاص كشف طبي وصور البرومو كمان. ده حتى راح السفارة الأمريكية مع ناس من النادي عشان فيزا كأس العالم للأندية. ده بيقول إنه هيجهز بسرعة للمشاركة. صحيح، ودي رسالة واضحة قوي. بن رمضان مش صفقة للمستقبل وبس، لا، ده لاعب هيعتمدوا عليه فوراً، خصوصاً مع بطولة مهمة زي كأس العالم للأندية قربت. ومع اللعيبة اللي جاية أكيد في كلام عن اللي ماشيين. الكابتن شوبير أكد إن رامي ربيعة ماشي. هل ده ليه علاقة بالمدرب الجديد برضو؟ ممكن جداً. رحيل ربيعة بيفتح مكان لمدافع بستايل مختلف، يمكن هو ده اللي ريفيرو عايزه. ولما يعلنوا عن ريفيرو يوم الخميس زي ما هو متوقع، الصورة هتبان أكتر. والموضوع مش ربيعة بس، في كمان علي معلول. قصة معلول دي، ماتش فاركو ممكن يكون آخر ماتش ليه في الدوري مع الأهلي لو جددش. طبعا لسه في كأس العالم للأندية، بس يعني ممكن تكون نهاية حقبة لاعب أسطوري فعلا. لحظة فارقة فعلا. معلول ممكن يمشي، مدرب جديد جاي، أليو ديارج راجع من الإعارة في السعودية. كل دي تغييرات محتاجة إدارة ذكية قوي. إزاي تدمج اللعيبة دي وتحدد الأدوار في المرحلة الانتقالية دي؟ ده غير كمان التحديات اللي موجودة أصلا. تريزيجيه مرهق وبيعمل برنامج تأهيلي، حمدي فتحي لسه بيواصل التأهيل. إدارة الإرهاق والإصابات دي هتبقى نقطة حاسمة. أكيد طبعا. والضغط مش بس هيكون داخلي عشان تجهيز الفريق، لا، المنافسة الخارجية كمان بتزيد. صحيح، وده يودينا للكلام عن المنافسين والسوق بشكل عام. بنسمع عن اهتمام سعودي بجوزيه جوميز بعد ما عمل شغل كويس مع الفتح، ومحمد شريف كمان لاعب الأهلي السابق بيدرش مستقبله بعد ما ساب الخليج السعودي. كلام عن عرض من الزمالك وعروض تانية من بره. تحركات ممكن تأثر على المنافسين. هي دي طبيعة السوق. مدرب ينجح الأندية تبص عليه، لاعب زي شريف يتحرك أكيد بيغير حسابات أندية تانية، سواء راح الزمالك أو أي فريق تاني. وفي نفس السياق ده تصريح الكابتن أحمد بلال اللي عمل قلق شوية، إنه شايف بيراميدز هو المنافس الحقيقي للأهلي دلوقتي، وإنه الزمالك بينافس على المركز التاني. ده جه مع رفض المحكمة الرياضية لطلب بيراميدز، وده بيقرب الأهلي أكتر من حسم الدوري. تصريح بلال ده يعني بغض النظر نتفق معاه أو نختلف، هو بيعكس وجهة نظر موجودة، إنه مستوى الزمالك فيه تراجع وبيراميدز طالع بقوة، والقرارات الإدارية والقضائية كمان بتلعب دور في شكل المنافسة. يعني الصورة العامة، الأهلي بيعمل عملية إعادة هيكلة سريعة، مدرب جديد قرب يجي، والمنافسة في الدوري بتتغير وشكلها هتبقى أصعب. ويبقى السؤال الأهم بقى للمرحلة الجاية، واخده بالك؟ مع كل التغييرات دي، مدرب جديد، لعيبة جاية بخصائص مختلفة، واحتمال لعيبة خبرة ومؤثرة زي معلول وربيعة يمشوا. إزاي الأهلي هيحافظ على هويته التكتيكية؟ وإزاي هيبني الانسجام ده بسرعة، خصوصاً قبل تحدي كبير زي كأس العالم للأندية؟ هو ده الرهان الحقيقي الفترة الجاية. إذن شفنا قصة إمام عاشور اللي لسه مستنين قرارها، وختمنا بوداع معلول العاطفي ده، قصص مختلفة من قلب الأهلي. وكل واحدة فيهم بتخلينا نفكر في سؤال أكبر شوية، اللي هو إيه اللي بيصنع تاريخ اللاعب في نادي جماهيري زي الأهلي؟ هل هو الالتزام باللوائح دلوقتي، ولا اللي بنعرفه عن زمان حتى لو كان غريب، ولا هو الحب ده والإنجازات اللي بتفضل في الذاكرة زي معلول؟ سؤال صعب، يمكن هي خلطة من كل ده. ممكن جدا، والإجابة يمكن بتختلف من وقت للتاني ومن لاعب للتاني، بس هو سؤال مهم نفكر فيه.